في ايه يا نهاري؟ بس مش شفايفه. في ايه؟ امال ايه؟ طيب ما تسيبنيش لخيالي يعني. عمرك جربت تسأل خبير هو انت بتعمل اللي بتقوله للناس؟ او شفت دكتور بيغلط غلطة المبتدئين؟ اوفلاين بودكاست، احنا بنشد الفيشة علشان نطلع الاجابات دي. وده مش بودكاست عادي، احنا في منطقة شك وريبة وضحك. بنلعب مع ضيوفنا لعبة الكروت المكشوفة وقوانين اللعبة. الضيف بيسحب كارت والموضوع اللي يطلع له هيجاوب عليه بكل صراحة ومن غير تفكير. عندنا كارت علامة الاستفهام، وده منطقة الخطر، بنسأل فيه سؤال شخصي جدا ملوش علاقة بالمهنة. وكمان عندنا كارت الجوكر، وهنا الآية بتتقلب والضيف هو اللي بيمسك السكينة ويذبحني بأي سؤال يجي على باله فداء للبشرية. وضيفتنا النهاردة دكتور نسرين نبيل، أستاذ مساعد طب الأسنان جامعة المنصورة وأخصائي التجميل اللاجراحي. جاهزين نشد الفيشة؟ يلا بينا. مساء الفل يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ازيك؟ منوراني في بودكاست المتواضع. نورك، ربنا اخبار يخليك. حضرتك ايه؟ الحمد لله. يلا بقى هنلعب لعبه كده خفيفه. الاول هنسحب كروت زي ما احنا شايفين كده، ده الكارت الطيب اللي هنسحب منه الكروت. كل كارت هيطلع انا هسالك عليه اسئله، والكارت بتاع علامه الاستفهام ده بنسال فيه سؤال بيبقى له علاقه بالمجال بتاع حضرتك او ممكن يبقى بره سنه. واخر سؤال لو عايزين نبقى اشرار وتساليني انا سؤال ماشي. وانا معاكي. يلا نبدا. نسحب اول كارت. هسحب معاك اهو. ايه اللي طلع لحضرتك؟ الميزوثيرابي والسكين بوستر. ماشي. طيب الميزوثيرابي والسكين بوستر احنا بنحس ان هم حاجه واحده، فهل هم فعلا حاجه واحده ولا احنا بندلع الاسماء علشان ندلع الزبون وناخد منه فلوس زياده؟ بامانه لا، الامانه هما مش حاجه واحده. مش حاجه واحده خالص. هما شبه بعض شويه لكن مش حاجه واحده في التاثير بتاعهم وفي طريقه الميكانيزم اللي بنعمل بيه كل حاجه منهم. يعني مثلا الميزوثيرابي ده بنستخدم معاه جهاز زي الديرمابين، والمواد بقى اللي بتستخدم معاه اللي هي الفايلز اللي بتيجي معاه دي انواع كتير، اللي هي المواد اللي احنا بنستخدمها واحنا مش شغالين. يعني احنا بنعمل جلسه الديرمابين وبعدين بنستخدم الديرمابين ده جهاز زي بيخرم البشره علشان تبدا المواد دي تدخل جوه فعلا السكين وتدي الافكت. تمام. المواد دي بقى كتيره فيها انواع فيتامينات، بيبتايدز، ممكن هيرونيك اسيدز، في منها انواع كتير حسب انا هعالج البشره دي ليه. يعني مثلا البشره اللي فيها حبوب، اثار حبوب، هعالجها بمواد غير البشره اللي فيها تصبغات، غير البشره اللي عايزه نضاره وبهتانه. كل حاجه يعني الميزوثيرابي برضو بيعمل نضاره بس مش بس يعني لو مش ده الاساسي يعني. مش الاساس لكن اللي بجد بيعمل نضاره بقى هنيجي بقى عند السكين بوستر. هنبدا بقى حقن السكين بوستر كلها بتعتمد ان هي مكوناتها الاساسيه فيها الهيرونيك اسيد، لان ده اللي بيشتغل على النضاره والترطيب وبيجيب مفعول سريع. طيب مفعوله قد ايه الميزوثيرابي ومفعوله قد ايه السكين بوستر؟ هو ده بقى الفرق بينهم. السكين بوستر بيجيب مفعول سريع ماشي، بس برضو بيمشي المفعول ده بسرعه. يعني مثلا هستخدمه هعمل بسرعه يعني هعمل جلسه السكين بوستر هتقعد معايا الافكت بتاعها شهر بالكتير قوي يعني لو كملت وتبدا عايزه تتعاد تاني. لازم اعمل يعني لو عملته مره لازم اعمله كل مره ولا مش شرط؟ لا، على ممكن حسب. تغير بقى الحقن مختلفه بقى فيها. انت ممكن تجرب مره حقنه فيها هيرونيك اسيد تركيزه اعلى، الحقنه الثانيه مثلا زي البي دي ار ان والحاجات اللي فيها دي انواع الحقن بتاعه السكين بوستر وتبدا تغير بينهم. بس احنا عشان نركز ان انا اجيب افكت للحاله اللي انا عايزه اصلحها لازم اعمل لها كذا جلسه من نفس النوع. يعني انا مثلا عايزه اعمل نضاره، هعمل نضاره مره وبعد شهر او 3 اسابيع اعيدها تاني وافضل كده لمده 3 أو 4 شهور اكرر الجلسه عشان على حسب البشره بتاعتي. البهتان قد ايه. طبعا دي درجات. ممكن واحد مرهق جدا بشرته مرهقه جدا غير اللي هو نص اللي السن برضو اللي عندها 20 سنه غير اللي عندها 30 غير 40 50 غير ال20 غير ال20 ما احنا اتفقنا. ما كلهم ستات كلهم 20 وبعدين يعني بنطلع اللي عندها 21 غير ال 22 كده. مش عايزين حد يعمل علينا. احنا اخرنا 25 ما بنزيدش عن كده. احنا بس اللي بنكبر. طيب اسالك سؤال تاني برضو. لو واحده وشها مطفي او تعبانه
حلو. تروح للميزوثيرابي ولا تروح للسكين بوستر، وايهما بيبدا معاه نتيجه تبان اول ما تصحى من النوم؟ لا لو هي عايزه تاثير سريع زي ما انا قلت وعايزه عندها مناسبه مثلا بعد اسبوعين 3 وعايزه تبان في المناسبه دي، تستخدم سكين بوستر هيجيب معاها تاثير سريع للمناسبه ويبدا يديها نضاره. بس طبعا هيروح وتضطر تعيده تاني. اما الميزوثيرابي مش هيجيب لها النتيجه السريعه دي، هياخد وقت صحيح في الاخر. يعني لما يعني بعد ال4 شهور هلاقي نتيجه الميزوثيرابي اللي انا فضلت اتعب فيها واستناها واضحه بقى جدا وغيرت الكواليتي بتاعه الجلد. غير السكين بوستر هعيد جلساته بس مش هيديني الافكت الديب اللي اشتغلوا الميزوثيرابي، اللي هو التاثير الكبير قوي اللي يفضل مكمل معاها مده فتره بقى. يعني ممكن يكمل معاها شهور. يعني ده في الانجاز منه. ده بس عايزه انجز، اروح مناسبه، اروح خطوبه، حاجات اللي هي بسرعه دي، رايحه مصيف. تمام. طيب السكين بوستر ممكن تعمله بنات صغيره في السن؟ ده هو اساسا يعني بيجيب الافكت مع البنات الصغيره. يعني هو ديكيتد للسن الصغير اللي هم الفئه الاولانيه من العشرينات. لكن احنا اتفقنا اللي هم في 21 22 ده اللي بيجيب معاهم الافكت. طيب احنا كده خلصنا الميزوثيرابي والسكين بوستر. خليه بقى جنب حضرتك ونسحب اللي بعده. يلا بينا. طلع لحضرتك ايه؟ الفوبيا والوجع. ماشي. الفوبيا احنا عارفين طبعا انه ناس كتير قوي بتخاف من فكره الحقن وشكشكه فهل في موقف مضحك حصل لمريضه جايه لحضرتك او واحده جايه تعمل البشره اول ما شافت الحقنه جريت عضتك صوتت، يعني حاجات اللي زي كده او معاكي او مع المساعدين بتوع حضرتك؟ لا هو غالبا كلهم بيبقوا خايفين جدا وحاسين ان هيبقى في اوجاع رهيبه وبعد ما بيشوفوا بيلاقوا لا هم كانوا مكبرين الموضوع. يعني الموضوع مش كبير قوي كده. يعني بس ما فيش حد عمل حاجه مختلفه شويه، موقف خرج راح بتاع، ولا كلهم الحمد لله كانوا جايين مأديين الغرض؟ لا هو معظم الحاجات اللي هو ايه ابقى اصورهم مثلا قبل وبعد بقى عشان اخد الكيس، فمش عايزين يصوروا ليه بقى؟ لان هم مضحكين على اللي معاهم ان انا شربت ايه ده كنت بشرب ميه كتير، نمت كويس، فانا بقى ان شاء الله كده تفضحيني بقى ان انا وبيردوش ما شاء الله ده كويس. لا ده انا شربت ميه نمت بقى كتير كده يعني بشرب جزر كده حاجات من دي. طب بما ان يعني قلنا الجزر بيفرق؟ هو الجزر من الحاجات فعلا اللي فيها المواد اللي بتشد البشره. بس طبعا بقى يعني هاكل جزر كل يوم وادخله بقى في سلطات، يعني حتى لو قعدت تداوم عليه لازم مده ولازم استمرار لازم مده عشان الحاجات اللي بتبقى مع الاكل دي ما تجيش كده. يعني السكين بوستر احنا دي حاجات مركزه بتدخلها تحت الجلد فتديكي الافكت سريع. اما طبعا الاكل ده مهم جدا بس ده عايز لايف ستايل. يعني على طول بقى الجزر والسلطات. يعني ما فيش واحده مثلا تلاقي وشها تعبان فتقول لك هضرب جزر؟ لا ما فيش الكلام ده صح؟ تشرب بقى ماشي كويس ان حضرتك قلتي لي عشان يبقى لينا كلام بعدين. تظبط انت تضحكش عليك تقول لك اصل شربت جزر امبارح همنع الجزر. طيب هسألك سؤال تاني. ازاي بتقنعي البنت ان نقط الدم اللي بتظهر في وشها بعد الميزوثيرابي سبيشال ان حضرتك بتقولي لي ديرمابين صح كده؟ تمام. فازاي بتقنعيهم ان وشها بقى عامل زي الفراوله اللي هو الطبيب ده والورم البسيط اللي بيحصل ده انه ده مش خطأ او غلطه كبيره، ده هو ده السايد افكت او التاثير العادي بتاعه التاثير الجانبي، خصوصا ان احنا عارفين طبعا ان هو وش وارم يعني في قصص. بص هما مبدئيا دلوقتي كله بيبقى جاي عارف ان هيبقى عندي ورم وعندي اوجاع وحاجه وممكن حاجات زرقاء وكدمات وكده، فبيبقى عندهم خلاص ما عادش في بنت مش عارفه ان هي هتيجي، فده العادي. وهم عشان عارف بقى مستنيه نتيجه. انا مستنيه الحاجه الحلوه فاستحمل لها اي حاجه. انا مره واحده من زي ما انت فكرتيني بقى برضو كانت عايزه تعمل هالات. ماشي. فالهالات دي انت بتبدا تعمل جلسات السكين بوستر او الميزوثيرابي في تحت الحته دي رقيقه جدا. وعلى طول بتزرق وبتبقى يعني عايزه تخلي بالك. المهم ايه بدات بتوجع بتوجع اكتر حته في الوش، فانا قعدت تقول لي برضو لا طيب، فقلت لها طب خلاص كفايه كده احنا عملنا الجلسه دي بس ايه وحطيت الميزوثيرابي وهتبقى حلوه، بس انتي لو سبتيني كمان 5 دقايق هتبقى احسن. وهي بعد ايه تصوت قالت لي
طب خلاص 5 كملي. دقايق يلا بينا. انت مش بتقولي بتوجعك وهتموتي؟ لا لا هكمل. انقتي سنة تألقي. استحمل من اجل الجمال. طيب اسالك سؤال اخير فيها، وبما اننا بقى بنتكلم انها بتوجع او كده، البنج والكريمات البنج اللي احنا بنستخدمها، هل هي فعلا ليها تاثير وبنج، ولا بيبقى حاجات خفيفه بس يعني نفسيا كده علشان تبقى حاسس ان في بنج محطوط؟ لا هو فعلا هي بتجيب افكت، بس مش ما بتحسش خالص. بتحس. هتحس، عشان كده بقول لك هي هتحس بوجع، لكن لو ما حطيناهوش هتحس بوجع اكتر. بس هو حاجه لوكال يعني في المكان الموضعي ده، مش هيديكي اللي هو تتخدر خالص. لا مش هيحصل. لا اللي هو مثلا بدل ما انت حاسس بالشكه قوي تحس بالشكه برضو، بس اقل شويه، تخدير بسيط. تخدير بسيط مش جامد. وطبعا برضو لما هي بتحط وحاسه انها حاطه بنج، غير اما ما تحطش خالص، احساسها بس ان انا حاطط بنج على وشي بيقلل عندها احساس الخوف. لا احنا نعمل بنج كتير واحنا قاعدين فاحنا بنحط بقى كتير. تبقى تتفرج عليه شويه كده. ماشي، ده كده الكارت التاني. ماشي يلا بينا اللي بعده. ايه طلع لحضرتك؟ ايه الواقع والنتائج كشف المستور. صح، تحس انه اسم احنا هنكشف المستور ده فضايح. طيب السكين بوستر بيخلي الوش فعلا زي الفلتر، ولا احنا بنبالغ في سقف طموح؟ يعني احنا بنرفع طموحاتنا وبعدين نصطدم بارض الواقع؟ لا مفيش حاجه اسمها يبقى زي الفلتر دي خالص. مفيش خالص. هو احنا بنبدا يعني نزود الكواليتي بتاعه الجلد، نخليها احسن لغايه ما هي تبقى يعني تديني النتيجه اللي انا احس ان وشي مرتاح. لو في اثار حبوب تبدا تروح تخف شويه، الهالات نقللها شويه. لكن الفلتر ده بيشيل كل حاجه اصلا، هو بيبينك كانك بيبي. ومفيش الكلام مفيش الكلام ده. لا مفيش الكلام ده. ماشي. طيب ليه المفعول بيروح بسرعه؟ هل العيب فينا احنا في البشره يعني وكده، ولا في الماده اللي احنا بنستخدمها واحنا بنحقن؟ لا هي الماده واحده بس فعلا البشرات بتختلف. يعني ممكن احقن حقنه السكين بوستر في بشره الاقيها جابت نتيجه احسن من بشره تانية، مع انها نفس الحقنه وقعدت نفس الوقت وكل حاجه. بس فعلا الجلد، انواع الجلد، وطبعا كميه التعب اللي فيه والبهتان بتختلف من واحده لواحده. في عندها واحده نص نص. وبرده السن برضه نفس القصه، فئه العشرينات. فانا مدي الحقنه الواحده عندها اوائل العشرينات غير نص العشرينات. طب اسالك سؤال بقى، بما اننا بنقول ان هو بيفرق، هل بيفرق كمان معاه اللايف ستايل بتاعي او طريقتي وانا بتعامل في قلب اليوم؟ بالظبط. بحافظ ازاي الكلام ده؟ طبعا لازم المحافظه دي، حتى لو انا مش عامله سكين بوستر ولا ميزوثيرابي ولا اي حاجه، طريقه تعاملي مع البشره في حياتي مهمه جدا. ازاي نرطبها، ما تعرضش للشمس، او لو اتعرضت احط واقي للشمس، اشرب ميه كتير، اكل اكل صحي. الكلام ده كله بيفرق مع البشره. والسهر انام بدري واصحى بدري. طبعا ده يعني من الخرافات هنا. طبعا الحاجات دي طبعا ما حدش بيعرف يواظب على الحاجات دي الحقيقه. مفيش حد ينام بدري. طب لو واحده فرحها تاني يوم او قريب يومين 3 وجت لحضرتك عشان تعمل ميزوثيرابي، هتعملي لها الجلسه عشان علينا اقساط؟ ولا تطرديها من العياده حفاظا على مستقبلها؟ لا طبعا هطردها. مفيش واحده عندها فرح بعد يومين ولا اي مناسبه تيجي تعمل اي حاجه في وشها اصلا، لان هي لازم هيحصل لها شويه مضاعفات وكدمات وورم واثار من الشكشكه. او تحضر الفرح بكدماتها. اما تروح بقى العريس كده وتتصرف. ممكن يرجعها عادي. طيب خلصنا كده كشف المستور. ماشي. يلا بينا اللي بعده. اوكي. اسئله من الفضاء. طيب الرجاله بقوا يزاحموا الستات في جلسات النضاره؟ بداوا والله. بقينا نروح هناك وبتاع. لا ده مش بداوا، يعني بقوا داخلين حبه حلوه يعني بقى في رجاله كتير عايزه تعمل سكين بوستر كتير وميزوثيرابي واثار الحبوب والتصبغات والليزر. طب ما ده كويس. لا في كتير. وفي رجاله ولا بدات تدخل في حته الفيلر في ايه بقى، والبوتوكس طبعا. في ايه يا نهاري؟ بس مش شفايفه. امال ايه؟ طيب ما تسيبنيش لخيالي يعني. لا يعني بقى عنده بقى تجاعيد وعايزه شد، ممكن يبدا يحط في تجاويف، اللي هي مكان الضحكه مثلا في العين وكده. هنا جنب العين حصل عنده تجويف عايز يملاه، او هنا حوالين العين يبدا يحط بوتوكس عشان التجاعيد الحركيه. فبداوا بيعملوا حاجات دي.
طب اكتر طلب جالك راجل يعمله في العياده وقاله لك بعد ما دخل، يعني مش عايز حد يعرف؟ بالظبط زي ما احنا شربت جزر يعني ونمت بدري. بس الرجاله ما بتهمهاش الحقيقه، هو المفروض هو المفروض انه ما يهمش، بس لا عادي يعني ما بيهمهمش، انا بيقولوا انا عملته عادي. صباح الفل انا عملت كذا. لا خالص الستات هي اللي بتخبي. لكن الرجاله في حاجات، في رجاله بيعملوا تكساس صحيح بالفيلر، لا ده بيعملوا حاجات كتير. انت إزاي؟ شايف الممثلين اللي هي الجولاين اللي شفنا مش شايف اشكالهم بتختلف ازاي كتير. بس على فكره دي حاجه حلوه مش وحشه، يعني ايه اهتم بشكلي هو اهتمام عايزه اشوف كويس. نفسي حلو، بس طبعا ما ادخلش بقى في الهوس المبالغه. ما كنت لسه هقول لحضرتك يعني كويس انا مثلا حاسس ان بشرتي تعبت، او انا مثلا مهندس في موقع تراب وعفره كتير وحاجات زي كده، فكويس يعني ان انا انضف البشره دي مش حاجه. لو في رجاله دلوقتي قاعد بيعملوا سكين كير ويحطوا مرطبات على وشهم، لا في ايه في في طب الاولانيه مش لا انت لازم يبقى دي من الحاجات اللي بيطلبوها من غير ما طيب خليني اسالك، لو الميزانيه مخرومه انا خلاص مش قادر وعندي ميزانيتي تسمح بحاجه واحده بس اعملها في السنه، في السنه كلها فهتبقى ميزوثيرابي ولا سكين بوستر؟ وايه اللي قيمته فيه؟ يعني ايه اللي انت هتعمله بس هتاخد منه نتيجه كويسه؟ بص، ما هو الميزانيه مخروبه دي فرق الاسعار بين الجلسات الميزوثيرابي والسكين بوستر كبير. يعني السكين بوستر غالي، الميزوثيرابي بيجيب الافكت بتاع السكين بوستر بس على وقت طويل بس ارخص، اللي هو يدينا فهو يظبط ميزانيته بقى. لو هو ميزانيه بايظه كده لا ندخل بقى في الميزوثيرابي، وهيفضل يعمل جلسات لان الاثنين عايزين استمراريه. لو انا عملت الجلسه واحده ولا كاني عملت حاجه، عادي هتبسط اسبوع اسبوعين بالكتير، ولا كاني بعد كده عملت اي حاجه ولا كأن حاجه خالص. طب معلش الناس بتلجأ له ليه؟ طب طالما هو ما بياخدش وقت كبير ده. في ناس بتبقى عايزه، انا اروح ستات بالذات يعني عايزه اروح المناسبه دي شكلي حلو، فاروح كأني رحت للكوافير عملت شويه مكياج بيعتبروه نوع من انواع الميك اب يعني. لكن عشان انا بقى اخد الافكت الصح والجلد ده فعلا الكواليتي بتاعته تتحسن لازم استمر لشهور. بس الفلوس اللي هتتكلفها الميزوثيرابي اقل. طيب هيظبط بقى ميزانية. يظبط الميزانيه. طب معلش حاجه كده عشان لسه جايه في بالي، صالونات الحلاقه او الكوافيرات او كده بقوا يعملوا جلسات تنظيف بشره وفي منهم يعني الحمد لله طموحه جابوا ده بيعملوا فيلر، طموحه جابوا قال لك انا هعمل ميزوثيرابي. فمعلش هو ده صح ان انا اروح لاي حد يعمل لي الكلام ده؟ هو طبعا مش صح ان انا اخلي اي حد يحقني في بشرتي او في جسمي حاجه، او لو في حبايه يشيلها. هو مش دكتور. اولا بيحقن طريقه الحقن لازم دكتور هو اللي بيبقى بيحقن. تاني حاجه المواد اللي هيستخدمها دي انا عارف هو جايبها منين. الدكتور ده دكتور هيجيب لي مواد بقى يعني مصرح بيها صحيا لكن انا هو الكوافيرات دي هيسترخصوا هيجيبوا مواد بقى ما تعرفش هي متعبيه ازاي وكده. فانا كمان بدخل جوه جسمي مواد غريبه ومش عارف ايه، وفي حالات بنشوفها فظيعه جدا من الكوافيرات دي. طب لو واحد حضرتك عارفه في ناس لما بيطلع لها حبايه يقول لك استنى انا هشيلها ويقوم ضاغط عليها وشايلها وفاكر ان هو كده عمل يعني مجهود. لا غلط طبعا. ان انا المفروض الحبايه ما المسهاش ولا اضغط ولا اشيل ولا حاجه، هي تتعالج بالمواد برضو اللي هنحطها عليها دي بقى ملهاش دعوه بميزوثيرابي دي. انا عارف علاج عادي بالكريمات والسيرم لغايه ما تنشف خالص، ولو ليها اثار بقى دي اللي نعمل لها بقى نبدا بقى نعالج بقى ميزوثيرابي والكلام ده، او لو مسام واسعه نبدا ان احنا نضيق بالشغل بتاعنا لكن لوحده ان هو لا يلبس برضه ما نلعبش خالص في الحبوب. انا اعرف ناس يعني بتطلع دكاتره في يوم على طول تبدا بقى تشيل. طيب ايه اكتر حاجه او اغرب معلومه حضرتك سمعتيها على الجروبات ونفسك تصلحيها فورا عن السكين بوستر؟ عن كله، السكين بوستر بقى، ميزوثيرابي، حاجه ليها علاقه بالتجميل، تخصص حضرتك وشايفه انه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده جابت امتى المعلومه دي؟ ان انا اعرف الترهل الكبير في الوش اعرف اصلحه بسهوله بالفيلر، لان الناس كتير بس ده بقى طبعا اللي هم الكاتيجوري اللي هو في اخر العشرينات فالسن اللي كبر بيحصل تهدل في الوش طبعا هنا اثار السن والجلد بيترهل، فبتيجي هي معتقده انك هتاخد ابره الفيلر خلاص بقى زي ما بتشوف كده شد على طول هتشد بقى وترجع زي طبعا ده مش هيحصل. الفيلر مهما حطيت مش هنحط بقى 20 مللي فيلر في وشها، وحتى لو حطينا مش هيشد الشده اللي هي فاكراها دي خالص. فالناس بقى اللي دخلوا الايدج ده
لازم يبداوا للجراحه، هنعمل شد جراحي. والجراحه تبقى احسن لان ملهاش سايد افكت. لا، الجراحه في الحاله دي هي احسن حل. الشد الجراحي بقى مش اللا جراحي. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده شد لا جراحي. احط فيلر، احط سكين بوستر، حاجات اللي هي محفزات الكولاجين والكلام ده كله عايز ترهل بسيط. بدأنا في الترهل الكبير ده مهما عملت وحطيت وهي ما بيعجبهاش نتيجه، لان هي فاكره ان هي هتحط بقى فيلر هنا ملي وهنا ملي، خلاص تطلع ده بقى مشدود زي الممثلين. فبتيجي بتبقى عندها احباط. فلا، تبقى لازم الدكتور يقول لها انت حالتك دي انديكيتد بقى للجراحه. ماشي، خلصنا الاسئله بتاعت الفضاء. نخش بقى ايه على علامه الاستفهام. علامه الاستفهام دي ماشي، ايه اللي طلع لحضرتك؟ المدمنه والمهمه المستحيله. ماشي، طيب بتتعاملي ازاي مع بنت جالها هوس حقن؟ ابتدت بقى كل فتره جايه عايزه تجرب الحقنه وعايزه تجرب منتج جديد، لا انا اصل هجيب ده، اصل هعمل ده. بتتعاملي معاها ازاي؟ خدي بالك برضو احنا لسه علينا اقساط، لسه في المرحله دي. فعادي، ما تعالي يا حبيبتي. لا، هي المشكله دي بقى بتبان قوي في كل الاعمار، بس اللي بتبقى فعلا لا لازم تقول لها لا او توقف البنات الصغيرين. يعني هتلاقيها لسه عندها 20 وفي اوائل العشرينات، وبعدين هي عايزه على طول، خلاص بقت مدمنه على طول فيلر في شفايفها، على طول جلسات سكين بوستر وديرما بين، حتى قبل ما الوقت يجي بتاعها. عندها مناسبه ولسه حقنه ما كملتش اسبوع عايزه تعمل تاني، كده غلط. الفيلر الكتير لازم، الفيلر اصلا لو انا هحقن فيلر في شفايفي اسيبه يدوب وبعدين احط، لكن فيلر فوق فيلر فوق فيلر فوق، تلاقي بقى وشها وهي لسه عندها ما كملتش حاجه 20 سنه كبر. وشها بقى شكله وحش من كتر ما هي ادمنت ان حاجات التجميل، حقن كل شويه. هي فاكره كده انها وبرده العمر الكبير هي عايزه تصلح وتحقن، وبعدين ما عجبهاش فتحقن تاني، ما عجبهاش، باظ الدنيا. طب سؤال بقى، بما اننا بنتكلم على الفيلر دلوقتي، لو هي واحده جت حقنت فيلر بغض النظر المكان فين في الوش، هل لازم تحقن بعد كده ولا ممكن تجرب مره وترجع وخلاص؟ هتجرب مره هتاخد نتيجه كويسه، بس هيروح فترجع لشكلها القديم ما عجبهاش، فترجع تعمله تاني، فترجع تاني لانها شافت الشكل الحلو. يعني دلوقتي عملت شكل حلو لشفايفي وبقى شكلي جميل عجبني، فقعدت بيه وقعد 6 شهور وراح، هبقى انا ايه بقى؟ حاسه ان انا بقيت وحشه. ايه ده مع ان ده شكلي الاساسي، بس لا هروح بيفضل مالناش دخل فيه والله. فبتيجي تاني، بس دي اوكي ان هي بعد ما خلص ميعاده جت، لكن اللي انا لسه حقنه بقاليش شهر واحقن تاني لا كده. طب بيقعد قد ايه الفيلر عشان احقن تاني؟ بيقعد 6 شهور. 6 شهور ده الماكسيمم، ده اعلى حاجه. وبيدوب بقى بالتدريج، يعني هي كان يفضل بقى على مدار ال6 شهور ده يدوب لغايه ما ترجع لطبيعتها. ماشي. طيب لو واحده جابت لك صوره حد من المشاهير وراحت قالت لك انا عايزه بشرتي تبقى زيها، وخصوصا الكوريين، يعني انا حاسس يعني ان هو بيجي بصي عامله ازاي، انا عايزه ابقى زيها وفي اسرع وقت. لا ما فيش برضو الكلام ده، لازم تبقى واقعيه وعارفه بشرتها شكلها ايه. بتصدميها بالواقع؟ بصدمها بالواقع. مره واحده ليه بقى؟ لان هي التوقعات العاليه دي بتيجي تزهقنا انا في الاخر. ما هي ما حصلهاش اللي هي بتحلم بيه، صح. فبتفتكر بقى ان الغلطه مني، مع ان هو ما فيش كده. انا دي بشرتي، انا ابقى احسن شكل مني واحسن شكل من بشرتي دي ترجع اللي هي النضاره الطبيعيه ليها، لكن انا اقلد حد تاني ابقى حد شبه حد تاني صعبه. لا طبعا. طيب سؤال، انا حاسس ان هم ممكن طبعا هي المنتجات الكوريه اللي انا اعرفه يعني في حدود معلوماتي للنضاره والحاجات دي، هي منتجات كويسه في السوق مش وحشه، بس انا حاسس ان هي ابتدت تاخد ترند علشان المسلسلات الكورية الناس بتشوف الناس عامله ازاي، فايه ده بص اكيد بيستخدم حاجات من عندكم. هل ده حقيقي اوفر ريتد؟ برضه هي حلوه لان هي مكونات اللي هي الماتيريال اللي هي بيستخدموها نضيفه حلوه، فبتجيب افكت، بس اللي طالع عليها بقى الترند ده اوفر قوي، اوفر ريتد عليها. مش كلها. يعني ممكن 1 أو 2 وبرده في بشره تستجيب وبشره لا. والحاجات دي زي ما قلت لك عايزه لونج تيرم بقى مدد. مش هحطه تاني يوم بقى الاقي وش، لا مفيش الكلام ده. طيب احنا عندنا منتجات مصريه كويسه؟ في منتجات مصريه حلوه جميله وبتعمل الغرض والنتيجه ممتازه، وبتعمل الغرض وكل حاجه،
بس انت عارف بقى ايه الهوس بالاجنبي ده بيبقى عالي شويه. طب حضرتك لو انا جيت لك وقلت لك انا عايز اخد كذا، هتنصحيني بالبرودكت المصري ولا لا؟ لا هديك حسب برضو البادجت، يعني هديك الاتنين واقول ده كويس وده كويس، وانت بقى عايز تدفع ايه، لان طبعا في فرق في السعر كبير. بس نفس النتيجه ولا حد فيهم بيدي اقل شويه؟ لا هو ممكن هيبقى الارخص هيجيب، بس عايز برضو وقت اطول عما يبان نتيجته. التاني هيجيب نتيجه برضو هياخد وقت لكن اسرع شويه. اسرع منه. بس انا بحس ان الحاجه اللي بتيجي على مهلها او تاخد فتره بالظبط الطف. لا بتجيب كمان تاثير اعمق. لا يعني زي ما قلت لك جلسات الميزوثيرابي هتاخد وقت طويل عما تجيب نتيجه، بس فعلا بتغير الكواليتي بتاعت الجلد بتفضل معاك مستمر، بقى الجلد معاك كواليتي حلو لمده طويله. طيب اخر سؤال، ودي حاجه خاصه لحضرتك. ماشي. حاجه بتنصحي بيها الناس على طول بس حضرتك ما عملتهاش قبل كده في الجلسات كلها؟ يعني ماشي. الفيلر بنصح بيه، بس انا ما عملتش فيلر. ليه؟ لان الفيلر عايز مواصفات وش ومعينه. يعني مثلا وشي مليان ما ينفعش احط فيه فيلر، هتبقى خدودي بقى قد كده بقى وشكلي بقى منفوخ وهيبقى مش طبيعي، وانا دايما ببقى عايزه اعمل الاجراء يديني ناتشورال شكل برضه طبيعي شويه، فانا ما بقاش انا بعمل حاجه حلوه مثلا على حد تاني وشه يعني ارفع من ارفع شويه فممكن تجيب معاه نتيجه حلوه قوي بس ما تجيش معاكي النتيجه. فانا بنصحهم فعلا يعملوا فيلر للوشهم مش مليان. خلصنا السؤال ده. عايزه تساليني سؤال ايه بقى بما اننا هنتقمص شخصيه الجوكر؟ ده اساليني اي سؤال. انتقم؟ لا مش هقول. طيب بما انك راجل واحنا قلنا الرجاله بدأوا يدخلوا في القصة دي، انت هتقولي الصراحة على الملأ وتقول انت عملت ايه من عمليات من اجراءات التجميل. كبرت مناخيري. يا سلام صغيرة وقلت اكبرها شوية. لا قول حاجة. بأمانة ما عملتش حاجة خالص والله، ولا سكين بوستر ولا لا واظن وش باين يعني ان انا لا وشك حلو، ما بسألك عشان كده. لا لسه بشرتك حلو. طب تستخدم حاجة في بس انا ناوي سكين كير؟ انا بستخدم يعني بجيب مش بغسل وشي بالصابونه، بجيب غسول عشان انا وشي دهني اصلا، طبيعه وشي عشان الحبوب. بس يعني انا لو ناوي اعمل ايه، ناوي اعمل تنظيف بشره. حلو. ودي هتبقى حلوه. لا ادخل بقى يعني مش بس هيبقى جزر يعني، هبقى شربت جزر ونمت بدري وشربت كوبايه جزر بالليل قبل ما انام. بالظبط كده. انا اتبسطت جدا بوجود حضرتك والله، وارجو ان حضرتك تكوني اتبسطتي في بودكاست. جدا والله جدا. ماشي، شكرا يا فندم جدا ليك يا دكتور. العفو، ربنا يخليك، ميرسي.